تفتكر ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك؟ طب لو لقيت موبايل واقع على الأرض وخدته والموبايل ده رن، تتفاجئ إن واحدة ست بتكلمك بتقولك أنا موجودة في بيت في نفس الشارع اللي لقيت فيه الموبايل ده وتعالى بسرعة. ده اللي حصل مع الشاب ده، ولما كلم الست الغريبة دي خاف جدا وراح قفل الخط بسرعة ورمى الموبايل في الشارع. بس تحصل أحداث بعدها غريبة. الشاب يشوف 2 حرامية في نفس الشارع ويستخبى منهم ويلاقي نفسه مستخبي في بيت غريب، وبعد ما العصابة دي تمشي يلاقي ايد اتحطت على كتفه، ولما يبص وراه يلاقي نفس الست الغريبة اللي كانت بتكلمه في الموبايل واقفة قدامه وبتقوله مش قلتلك تعالى البيت؟ ما جيتش ليه؟ طبعا الشاب اتخض من المنظر وخاف جدا وطلع يجري في البيت زي المجنون، ودخل أوضة فاضية هناك ولقى جوه كيس اسود كبير مليان موبايلات مكسرة، ولقى رسالة فيهم بتقول عشان تخرج من البيت ده لازم تحل لغز غرفة رقم 44. الشاب يقرر يحل اللغز عشان يخرج من هنا ويطلع الدور التاني في البيت، يلاقي هناك لوحة كبيرة عليها صورة ليه وهو ماسك موبايل مكتوب فيه نفس الرقم 44، وفي لوحة صغيرة جنبها مكتوب عليها صورة الشاب الذي توفى يوم الأربعاء الساعة 4. طبعا الشاب ما كانش مصدق، ازاي صورته في لوحة جوه البيت وازاي صورة الشاب الذي توفى وهو لسه عايش؟ الشاب كان هيموت من الخوف وفكر ان ممكن يحصل له حاجة جوه البيت الملعون ده ولازم يخرج فورا من هنا. بس اول ما يتحرك يبص جنبه يلاقي نفس الست الغريبة طالعة على السلم وجاية تجري عليه. الشاب يطلع يجري بسرعة في البيت والست بتجري وراه لحد ما تختفي، والشاب يلاقي نفسه قدام باب كبير مكتوب عليه رقم 44 والرقم منور احمر. ثواني كده، هو ده الرقم اللي انا شفته في الرسالة على الموبايل؟ ايوه هو رقم 44. اكيد هي دي الغرفة اللي لازم احل اللغز بتاعها. لا انا لازم ادخل جوه بسرعة قبل ما الست المجنونة دي تشوفني تاني. فتحت باب الغرفة ودخلت. أول حاجة شفتها صورة على الحيطة مكتوب عليها أهلا بكم في غرفة ظل المجهول، وبعدها سمعت صوت تزييق باب. بصيت يمين سمعت أصوات زي ناس كتير بتتكلم. الأوضة جوه فيها أجواء غريبة، أنا جسمي كله مقشعر، أول مرة أحس الشعور المرعب ده. وفجأة سمعت صوت رنة موبايل، لقيت موبايل محطوط على ترابيزة جوه، رحت قربت منه لقيت الاتصال جاي من واحدة ست، ولما ركزت فيه لقيتها والدتي. ايه ده؟ أمي بتتصل؟ ازاي أمي اللي بتتصل بيا هنا؟ وازاي صورتها طلعت على الموبايل الغريب ده؟ وعرفت مكاني ازاي؟ رحت رديت عليها بسرعة بس لقيت واحد اللي بيكلمني صوته كان غريب جدا وكان بيقول لي أنا مش ماما يا حبيبي، بس ما تقلقش،